دلوقتي الماتش خلص، بس وانت قاعد بتتفرج على الماتش كنت بتشجع منتخب بلدك قوي، مبسوط اول ما الاجوان دخلت. قلبك كان عمال يدق بسرعة وصوتك يعلى بشكل تلقائي حتى لو عمرك ما لعبت كورة في حياتك. ليه المشاعر دي بتتفجر جواك؟ وليه حب الوطن شعور غريزي مش بنقدر ان احنا نهرب منه؟ هنتكلم دلوقتي في الحلقة عن بعض الجذور النفسية العميقة للشعور اللي موجود جواك ده، وهنتكلم عن حاجات تانية أنا واثق إنها هتعجبك في الحلقة القصيرة دي. تعال نشوف مع بعض. أول حاجة، حب الوطن مش مجرد فكرة عاطفية حالمة، ده جزء من هويتنا النفسية. علماء النفس التطوري بيأكدوا لنا إن الإنسان محتاج غريزة الانتماء عشان يقدر يعيش. زمان القبيلة أو الأرض كان معناهم أمان وبقاء. العقل لحد النهاردة بيترجم تشجيع بلدك أو الدفاع عنها إنه دفاع عن حياتك نفسها. بس هل ده ممكن يبقى انتماء صحي بس، ولا ممكن يتحول لعصبية مدمرة؟ وإيه الفرق أصلا بينهم؟ الانتماء الصحي معناه ان انت تحب بلدك، تفتخر بيها وتبني فيها. لكن لما يتحول لعصبية عمياء، هنا الخطر بتبدأ تشوف اي واحد مختلف انه عدو، وبترفض الحق لو جاي من بره المجموعة اللي انت بتنتمي ليها. وده سبب صراعات تاريخية كتيرة وحروب كتيرة جدا عبر التاريخ الإنساني البشري. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع حد عنده شكل من أشكال العصبية، لما واحد كان بيقول يا للأنصار والتاني يقول يا للمهاجرين، قال دعوها فإنها منتنة. يبقى في فرق ما بين الانتماء الصحي وما بين العصبية المدمرة. طب في ناس على فكرة بتكره الأوطان، بتكره بلدها، بتكره وطنها. يا ترى ايه التحليل النفسي برضو للموضوع ده، وازاي الموضوع ده ممكن يبقى كارثي؟ الشخص اللي بيكره وطنه مش بس بيفقد جزء من هويته، ده كمان بيبقى خطر على غيره. وعلماء النفس بيقولوا ان ممكن يتحول الى اضطراب اسمه اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع. اللي بيكره وطنه ساعات بيتحول لطاقة غضب، بيهدم بدل ما يبني، يزرع كراهية بدل ما ينشر أمل. وعلماء النفس بيأكدوا ان جذور الكره ده بيؤدي لاكتئاب وعدوانية وإحساس دائم باللا جدوى، وده بينعكس في سلوكيات مدمرة للمجتمع كله. فلازم ناخد بالنا من الاضطراب الخطير ده ومن الفكرة المدمرة دي، وهي فكرة كره الأوطان. واخر حاجة عايز اقولها في الفيديو القصير ده، ان شوفوا الحضارة البشرية الجميلة لما بتزداد رقيا احيانا بتحول الصراعات الى تنافس شريف. التنافس لو صحي بيبني مش بيهدم، زي ما بنشوف في كرة القدم بالظبط. بدل ما الشعوب تدخل في صراعات مسلحة مدمرة، بيتحول الصراع لماتش 90 دقيقة، في الآخر في فائز وخاسر، لكن في سلام بدون ضحايا، في روح رياضية، في حب. والمؤرخين بيأكدوا إن الرياضة واحدة من أعظم الوسائل اللي حولت صراعات كانت ممكن تبقى دموية إلى منافسة حضارية شريفة سليمة بتوحد الشعوب. وإحنا دايما محتاجين المظاهر الحضارية دي والتنافس الشريف اللي فيه تعبير عن الانتماء الجميل بدون عصبية وأذى وألم. تشوفوا المشهد ده سنة 2002 لما كوريا واليابان نظموا مع بعض بطولة كاس العالم، رغم التاريخ اللي مليان صراعات ما بينهم، ولكن المشهد كان مختلف تماما. منافسة قوية واحتفال مشترك وحضارة ورقي وتعاون جميل وهادئ بينهم. وده مثال حي ان التنافس الشريف بيصنع حضارة مش دمار.
في النهاية حب الوطن فطرة سليمة، لكن لازم نفرق بين الانتماء الجميل اللي يخليك تبني بلدك وبين العصبية المهلكة اللي تخليك تدمر كل اللي حواليك. وافتكر دايما ان حب الوطن طاقة حياة، بس قوتك الحقيقية بتبان لما تحول الحماس لطاقة بناء، وتحول الصراع لمنافسة شريفة تخلي العالم كله أجمل. عايزين دايما انتماءات وتمسك بأوطاننا، ولكن انتماءات جميلة تخلي العالم أكثر هدوءا وأكثر سلاما وأكثر رقيا وتحضرا.